السلام عليكم ورحمة الله. متتبعي ومحبي قصص، مرحبا بكم في قناتي. القصة اللي غنحكي لكم غادي تكون شوية غريبة وفي نفس الوقت مرعبة، ولكن حسن تيقول بلي هادشي اللي وقع ليه حقيقي وعاشو في واحد الصباح. منين دخل الحمام ديال جارو اللي كان ملاصق معاه، تيقول بلي دخل الحمام مع الصباح وقفات عليه واحد المرأة جاتو بصفة إنسان، ولكن هي راه جنية، وبسم الله الرحمن الرحيم والعياذ بالله من الشيطان الرجيم. تبعوا معايا القصة من الأول حتى الآخر، وكنتمنى تعجبكم، وما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس فضلا وليس أمرا. وشكرا بزاف الخوت والخواتات فيما كنتو، تحياتي لكم. إذا نبداو على بركة الله. هاد القصة ديال هاد حسن هذا كان عنده واحد الحانوت في وجدة ديال البيع والشراء، وكان ملاصق معاه مول الحمام اللي كان جارو، وفي نفس الوقت كيتعاشروا بعضياتهم. فهذاك الصباح كيجي مول الحمام بكري، كيجي يهز العواد كيدخلوا من الحمام باش يسخن الحمام، باش يجيو الناس يلقاو كلشي واجد. كان هو وهداك حسن مول الحانوت معاشرين كيفطروا بعضياتهم. فهداك الصباح قال ليه مول الحمام: سير صاحبي دخل الحمام، ضرب شي عومة وتحمحم ليا مع راساتك، ما حد خاوي الحمام وانا غنقابل لك الحانوت. حسن ماشي من العاكزين قال ليه: الله يرحم الوالدين، شحال هادي ما دخلت تحمحمت. وهو يدخل الحمام، دخل البيت الاول الثاني الثالث، راكم عارفين الحمام كي تيكون هذاك الحمام في هذاك الصباح الضبابة يا سلام. دخل حسن بدا يكسل في عظيماتو، واحد الوقيته بدا كيغسل شعرويات، وقف عليه واحد المرأة. يا خوتي هذيك المرأة جاتو فجأة، وقفات عليه، جاتو بصفة إنسان، ولكن هي جنية والعياذ بالله من الشيطان الرجيم. السيد ما عرفش باش غيتبلى، واش غيدير. السيد اللسان ديالو طاحو، وركابيه خواو عليه، وبقى كيشوف مبلق في عينيه. السيدة وقفات عليه وكتشوف فيه وقالت ليه، هي تحضر لعندو، قالت ليه: شوف، بلا ما تحرك، بلا ما تململ، راه ما غيسمعك حتى واحد، وراه عندي لك واحد جوج شروط وغادي نمشي. قال لها حسن: اشنا هما هاد الشروط؟ قالت لي: اول حاجة، هاد الشي اللي شفتيه غيبقى هنا وما تقولها لتا واحد، السر غيبقى هنايا. وتاني حاجة، غادي نتزوج انا وياك. قال لها حسن، بدا كيحرك غير في راسو، قال لها واخا. والسيد مخلوع، قلبو كان غيسكت، وهو يخرج وغادي غا مع الجنب ديال الحيط ديال الحمام، غادي وكيجر في الرجلين اللي عنده مسكين، هما راه خواو ليه. بقى حتى خرج مع الباب ديال الحمام، هو يدردق، بدا كيجري خارج بالشورت وعريان، كيشوف فيه مول الحمام جاي قاصد المحل، الحانوت ديالو، وكيشوف فيه مول الحمام، كيقول ليه: مالك ياك لاباس؟ شنو واقع؟ قال ليه: والو. قال ليه: حسن، شداتني السخفة، الحمام عندك سخون. وما قدرش باقي يهضر هذاك حسن، صافي كان غيسكت ليه القلب. دخل نيت. المهم بقى كيشوف فيه مول الحانوت مول الحمام شاجرة، تا هو جاب ليه الحوايج، ما عجبوش الحال. قال لها: شنو واقع؟ قول لي شنو. قال ليه: والو، انا سخفت، كنت غادي نموت. صافي ما بغاش يبين ليه، لانه قالت ليه هذيك سرنا يبقى تما في الداخل ديال الحمام. ايوا هي هذيك الساعه حسن مسكين داك ساعد المكانه جلسها في المحل، ما عجبوش المنظر، دار بالناقص كاع، هز داك المحل، هبط هذاك الكراج ومشى للدار. مشى شي سيمانه وهو مريض، مهلوك، مدقدق، مشتت، السخانة حالته حالة. بقى شي سيمانة هو مريض. تدوز هذيك السيمانة هو رجع للحانوت، كيعيطوا ليه في التليفون، عمالين السلعة، عمالين الكريديات، ما عنده ما يدير ورجع للمحل. رجع خدام غير بزز، سير بدا كيبيع ويشري، دقا دقا عاوتاني بدا كيبيع ويشري، بدا كيتحرك كيما داك الشي راه منساه. حتى لواحد الوقيته كتجي عاوتاني عندو واحد المرا كتقدا عندو، كتجي مرة كل مرة كتدي عندو، اليوم غدا اليوم غدا، وهي تقول ليه: زعما كدير راسك ما عرفتينيش؟ بقى كيشوف فيها، قال لها: شكون انتي؟ قالت له: ويلي غير شوفو كان. بقى كيشوف فيها، هو يتذكر، تفكر، ويقول لها: عرفتك. قال لها: عرفتك. قالت لها: ودابا عرفتيني؟
قالت ليه دابا عرفتيني؟ قال لها عرفتك، حس بها. منين قالت ليه هكاك حس بها، قال لها عرفتك. قالت له ودابا ملي عرفتيني الموعد ديالنا مع المغرب غادي تجي لسيدي يحيى. قال لها واخا ما عنده ما يدير. بقى السيد مضبع، قالت لي غادي تجي وراك معروض. قال لها صافي ما عنده ما يدير. وقالت ليه الا ما جيتيش تخاف على راسك. قال لها صافي. ايوا حسن عاوتاني بلان اخر عاوتاني ما عنده الا غادي يمشي. مشى تلاقى معاها ولقى بواحد الجمال وواحد الصفة أخرى تبدلات السيدة. المهم مشى مع هاديك المغرب تا سيدي يحيى. واحد سيدي يحيى تيقولوا ليه واحد الوالي ميت تما تيقولوا ليه سيدي يحيى. تما فين مشى السيد وتلاقى معاها وهي دخلوا لعندو واحد العالم ديالهم. قالك كلهم لقى الجنون تما كلهم جنون. يا ربي السلامة بسم الله الرحمن الرحيم. قالك شي كيقرقب شي كيغني شي كيمشي ويجي. قالك بقى واقف هو في وسط منهم ضبع. هذاك الشي بقى هكاك حتى قرب الفجر. مرة قالك كتجي وكتمشي لعندو كتجي وكتمشي عندو كلهم دايرين الحفلة. بقى غير مضبع السيد بقى غير كيشوف وهي تجي عندو قبل الفجر. قالت ليه شوف خاصك تمشي راه ما غيعجبك الحال الا بقيتي هنا راه غادي طرا لك شي حاجة سير في حالتك. هو يمشي. قالك جاي من سيدي يحيى حتى لوجدة ما كاينش ترونسبور ما لقى والو. قالك حتى لقى راسو في الحانوت حدا المحل كيتمشى. قالك ما ركب ما والو. قالك ما عرفت كيفاش وصل ما عرفتش السيد صافي مرفوع السيد. المهم هاديك الليلة ما عمر غينسى ما عمر غينسى بحال هداك النهار اللي عاشو. ديك الليلة دازت عليه عذاب أليم. ايوا السيد صافي غادي وكيمرض العقل ديالو ما بقاش كيما كان. السيد بحال غادي يتخلخل شوية في عقلو. مرفوع السيد وكان غايب وما عرفش كيفاش امتى وصل للمكان فين كاين الحانوت من سيدي يحيى حتى لوجدة وهو كيتمشى برجليه. ضرب مسافة. المهم السيد من بعد تكرفص دخل الحانوت المحل ديالو وتما بقى جالس واحد الوقيته شعل الضو ما بغاش يطفي هذاك الضو كاع بقى شاعل الضو النهار كامل هو شاعل الضو. حتى داز مول الدار بقى كيطلع عليه كيشوف بلي السيد غير شاعل الضو بالنهار بالليل نهار بالليل. هو يوقف عليه قال ليه واش هذاك الضو غتبقى تضيعو غير هكاك؟ قال ليه مول الحانوت حسن غير عطيني باتساع. قال ليه انا راه الضو ديالك غادي نخلصو غير عطيني باتساع. قال ليه لا ما خصكش تضيع الضو راه هذاك راه الضو الا كتضيعو راه ضرني انا وياك. قال ليه اودي انا غنخلص لك الضو كامل. قال ليه صافي بقى هذاك ما بغاش يتفاك معاه مول الدار. هو يقول لي حسن باللي اش كيشوف واشنو كاين واشنو كاين. قال لي انا داري ما فيها والو. قال لي ما عمري شفت انا شي حاجه. قال لي لا خليك بعيد راه داك الشيء ماشي في دارك داك الشيء راه بيني وبين راسي. صافي السيد وهي جا عنده هذيك بسم الله الرحمن الرحيم جات عنده وهي تقول ليه علاش قلتي لمول الدار هذاك الشيء؟ قال قلت لك السر يبقى بيناتنا. قال لها راه كيبرشني وما بغاش يخليني وما بغاش يتفك معايا. قالت ليه وطفي الضو انت مالك علاش ياك؟ قالت ليه طفي الضو ناس. قال لها ما قدرتش. قال لها كنتخنق وكنشوف شي حوايج اللي ماشي تاليه السيد ولا مريض. صافي المهم السيد تقرب العيد الكبير باش يسافر غادي يمشي يبدل غادي يمشي يدوز العيد الكبير في البادية عند والديه. لقيتها عاوتاني فاش غير ركب الكار طلع للكار كيقول بلي ان الكار كان عامر الا واحد البلاصة طلع ليها جلس فيها واحد السيدة. او جلس عاوتاني او شوية بقات كتشوف فيه هذيك المرأة طفاو الضوا طفا الضو ديال الكار وخرج الكار من المحطة وهي تشوف فيه هذيك عاوتاني وهي تقول ليه بغيتي تهرب مني صافي. هو يشوف فيها عاوتاني ويقول لها شكون انت يا لاله؟ قالت ليه ما عرفتينيش. قالت ليه فراسو عاوتاني طن جاتو بصفة اخرى عاوتاني. قالت ليه شحال قدك تهرب مني؟ قالت ليه وزيدون انا راه ما نفكاش معاك غادي نمشي
دوز معاك العيد. صافي حسن ما عندو ما يدير بقى كيشوف السيد مكراش هاديك الساعة في هاديك اللحظة يوقف مول الكار ويهرب، وصافي السيد راه بدا ضرو راسو السلام عليكم ما عندو ما يدير بقى واقف جالس تما مسكين ومصنت تا مشات معاه لصقاتو وكتبان مراه تا الناس اللي كيشوفوها امراه ما عندك فين تختار فيها تقول هادي لا هكا ولا هي كتبان ماشي جنية بسم الله الرحمن الرحيم كتبان امرأة. المهم السيد غادي ما عندو ما يدير مشى للدار هو وياها ودخلو استقبلاتو مو وسلمات عليها وسلمات على خوتها كلشي على خوتو كاملين ودخل معاها وقالت ليه مو شكون هاد السيدة هو يقول لها هادي راه خطيبتي حيت هي وصات وقالت ليه الا قالوا لك شكون هادي قول لها انا راه غنتزوج بك وخطيبتك وعندك تقول شي كلمة ماشي تا ليه. فهاديك اللحظة فاش كيبدا كيعاود لمو قالت ليه اجي نتكلم انا وياك جراتو وقالت ليه واش هاد السيدة هادي اللي غتخطبها ولا اللي غتزوج بها ما جاش مع والديها ما جاوش مع زعما خوتها شي واحد في العائلة شي قال ليها حسن خلي هذاك الجمل راقد من بعد ونعاود لك راه دابا حشومة راه دابا ضيفة راه ما كاين معاه حتى واحد. قالت ليه وصافي ماشي مشكل مو صافي استقبلاتو المهم دارت الماء فين يدوز وصافي كل واحد دا في شغلو. المهم السيد غادي يدخل معاها البيت لقيتا فاش غيسد الباب ديال البيت غادي تغبر وغادي يغبر ليها الآثار. حسن غادي يتعجب وغيقول فين مشات هادي وبقى غيشوف واش غيقول مالين الدار وغادي يسولو غيقولوا ليه فين هي هاديك السيدة اشنو غادي يقول ليهم وهما كاينين في واحد البادية كلشي باين وواضح عندهم البق ما يزهق. المهم السيد غادي يبقى ناعس تا غادي تفيق امو غادي تقول ليه نوضا وليدي فين مشات هاديك البنت اللي كانت معاك. هنا غيقول ليها امي غادي نعاود لك كلشي وفهميني بلا ما تعيقي ما والو المهم انا غادي نحكي لك. حكى لي هذاك الشيء اللي غادي يحكي وغادي يعاود ليها من طقطق تا السلام عليكم. امو غادي تقول ليه صافا ولدي فهمات الامر وهنا خوتو غيسولوه وغيقولوا ليه فين هي ديك السيدة وغادي تدور فيهم امهم وغادي تقول لهم صافي سدوا هذاك الموضوع راه ما كاين والو سكتوا وبدلوا الموضوع وديوها في شغلاتكم. ايوا صافي السيد المهم غادي يبقى يطيح وغادي يمرض هداك حسن غيتعذب مرة كتجي ليه هاديك كطيحو كتسخفو كتغيبو. السيد اللحظة فاش دخلو للبيت هي راه سكناتو ولات كطيحو ولات كتسخفو ولات كتمرضو باش يتزوج بها ولكن حسن بقى كيقاوم واخا عذباتو حتى مو عاوناتو قالت ليه حلفات بالقسم قالت ليه والله ما غادي تمشي ان شاء الله حتى تولي لاباس ويكون خير ان شاء الله غادي نصيفط باك غادي يتكلف بهذاك الحانوت وغادي يتفك مع هذوك الناس ويبيع ويشري معاهم ويحيد الدين وانت غادي تبقى هنا حتى تبرع. ومن بعد مو مشات جابت ليه واحد الفقيه بدا كيعزم عليه ويقرا عليه كيقرا السيد هذاك الشيء اللي فيه مجهد عليه ما عنده ما يدير. مشى الفقيه وبقى حسن معذب حيت هذيك الجنية اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم سكناتو ولات كتسخفو ولات كتمرضو حيت ما تزوجش بها داكشي علاش كدير معاه هكا. المهم واحد الليلة كان خارج حسن وكان كيجلس مع دوك الدراري ديال الدوار وكان واحد فاميلتو من العائلة ديالو قال ليه يلا نمشيو لواحد البحيرة نجلسو فيها انا وياك واحد البحيرة فيها الشريج وفيها واحد البركة وكيدير فيها هذاك كيدير فيها العشاء وكيجلسو فيها واحد الطبيعة يا سلام وطالقين الراديو. ومشى مع حسن مشى معاه جالسين في هذيك البحيرة شوية تا كتبان ليه هذيك الجنية حدا الشريج واقفة هو شافها وهذاك اللي معاه ما شافهاش بقى كيشوف فيها وعرف بأنها هي. حسن خرجو عينيه عاوتاني وبقى كيحس باللي مقابلة معاه وكتشوف فيه وهذاك اللي معاه ما دا ما جاب وما حس بوالو وما شاف والو. المهم حسن بقى كيشوف فيها في واحد اللحظة بدا كيحس بسخونية الراس
شوية هي تسيف ولات ضفدعة، ولات ضفدعة كبيرة ماشي شي ضفدعة صغيرة، وعندها واحد الكرش بحال حاملة، بقات كتبان ليه ضفدعة وهي تجي لعندهم، وهو ينوض هداك السيد اللي مع حسن بدا كيدفعها بواحد العود، كيقول ليها سيري سيري، كيبدا يدفعها تا بعدها على البحيرة، وهو رجع جلس مع حسن وبداو كيتكلمو، وشوية عاوتاني وهي تبان ليهم، وهو ينوض هداك السيد مرة تانية بدا كيدفعها بهداك العود تيقول ليه سيري، بدا كيدفعها كيدفعها تا دفعها مزيان تا بعدها شوية عاوتاني على البحيرة، هو يدخل، دخلوا هاد المرة دخلوا قاع لداخل ديال البراكة وبقاو جالسين، وشوية واحد اللحظة وهي توقف عليهم وحدها العتبة ديال الباب، هو يقول لها ما بغيتيش تمشي، كان لابس واحد الصندالة وشوية هو ينوض جمع الوقفة ولبس واحد السبرديلة، الوقيته فاش غادي يضربها يلاه بغا يضربها قال ليه بغا يقول ليه حسن لا 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 حيت عرفها واش هي، الوقيته فاش غيقول ليه لا لا ناض هداك ضربها رجع اللور وهو يضربها واحد البوينتة وهي دير واحد الغوطة في شكل في السما، قالت واحد الغوطة في شكال، حس بها حسب بأنها هي وضربها هداك والغد، الغد ليه ولا كيهضر بوحدو ولا كيتسطا ولا كيخرج على برا ولا كل مرة فين كتلوحو، حماق السيد مبقاش كيما كان، وناض حسن مشا قالهم مالين الدار عاود ليهم اشنو وقع واشنو دار، ودازت واحد خمسطاش يوم حتى لقاو السيد في واحد الصباح مرمي في واحد الحافة في الجبل فيه غير الحجر، تقريبا طالع بالعلو بشي 1500 متر، لقاوه مرمي بقات عليه كتحمق فيه تا لاحتو في هداك الخلا، المهم السيد مات الله يرحمو مشى عند الله سبحانه وتعالى، خبر مالين الدار ديال هاد السيد اللي مات قال لهم على كلشي اللي وقع وشنو كيفاش طرا ليه، هي هاديك فهموا الأمر ومنين جاو الجندارم جبدوه من هاديك الحافة وطلعوه وداروا ليه واحد الجنازة، المهم صرحوا باللي أنه هاد السيد انتحر، حيت مالين الدار كانوا كيشوفوه في هاديك 15 يوم بأنه حماق وكان كيدلع كيدور في الزناقي، وعرفوا باللي أنه صافي راه تسطى، وهنا صرحوا بكل شيء، صافي دازت الجنازة وحسن كيتسنى غير الدور ديالو، واحد اللحظة بدات كتجي عندو كتسيف عليه كل مرة كتجيه بصفة، حسن ولا كيقاوم فراسو ولا كيشجع فراسو ومبقاش كيتخلى منها، قال صافي النوبة ديالي هادي، منين لاحت هداك حمقات ولاحتو نوبتي هادي، المهم جات عندو المرة التانية عاوتاني وهي تجيه بواحد الصفة زوينة وقالت ليه شوف غادي نتزوجو وغادي نتهلا فيك وراه ما يخصك تا خير، هو يقول ليها حسن راه ما يمكنش نتزوج بك، وبقى مواجهة وكيشوف فيها وقال لها راه أنا هو الكبير في خوتي وأنا اللي خدام على والديا، الله يرحم ليك الوالدين لما عطيني الثقة أنا نبضا وبشرى معاك، في هاديك اللحظة وهي تغبر مشات واحد يومين غبرات عليه، صافي وهي تجي واحد السيدة سبحان الله جات لهداك الدوار لعندهم كضيفة، بداو كيتكلمو معاها وضيفوها وعرضو عليها، المهم جبدو الهضرة مني منك، وما يقولوا ليها أنا قال لها حسن بني اش كيوقع ليه واش كيوقع ليه، وهي تقول ليه هدا هدا، قالت ليه راه جيتيني سبحان الله راه كاين واحد الشريف كاين في الناظور راه كيدير الرقية وتبارك الله اللي مشى عندو كيتعالج، وهداك إن شاء الله غادي يتعالج عندو، وفعلا جلس حسن واحد مدة 10 أيام تا برا ولا بخير وعلى خير، وب66 كشيفة باش حيد ليه هاديك الجنية، هداك الفقيه عاونو مزيان تا بدا كينعس مزيان حسن وكيرتاح وبخير ورجعت ليه الطاقة والحيوية ديالو، ايوا صافي منين سميتو حس براسو بخير هو يجي للبلاد، هي هاديك اخوتي بقى جالس السيد تقريبا شي 6 شهور ما كيبان عليه حتى شي آثار، ما بقاش كتوقف عليه هاديك الجنية، ما بقى زعما ولا بخير وعلى خير، ايوا حتى لواحد النهار قالت ليه مو يلاه تمشي معايا لواحد العرس، قالت ليه تمشي توصلني، بغيتي تبقى بقى بغيتي ترجع رجع، قال لها يلاه مشى معاها في هذيك الليلة وصلها، ايوا صافي حس بالعيا وبغى ينعس، قال لها الوالدة راه غادي نمشي للدار نرتاح،
قالت ليه سير أولدي، صافي هو غادي في الطريق جاي ما عليه ما به، في واحد اللحظة بدا كيتمشى هو توقف عليه هاديك الجنية عاوتاني، بسم الله الرحمن الرحيم، هو يشوف فيها هو يتشوك الشعر ديالو حيت مدة 6 شهور هادي ما شافها، صافي بقى واقف وكيشوف فيها وقالت ليه شوف غادي نقولك جوج كلمات ما تخلع ما والو، راك شجاع وراه عجبتيني بهاد الشجاعة اللي فيك وعليك الأمان وسير الله يسهل ليك راه ما خفتي والو، وبقات كتشوف فيه وهي تغبر، صافي حسن فهم بلي أنها عطاتو باتساع بمرة، ومن تما السي حسن مشى للدار وارتاح مع راساتو وتيقن بأن هاديك الجنية راه مشات، وفرح وقال الله على راحة، وبدا كيحمد الله وكيشكرو، وباقي تزوج حسن وولد 3 د الوليدات، وهذه هي القصة الإخوان. وكنتمنى تعجبكم القصة، وحسن كيوصي من هذيك النهار تيقول باللي ما عمر شي حد يدخل الحمام مع الصباح وبوحدو، ضروري الإنسان يدخل الحمام ويكون شي حد حداه وعلى الأقل تعمر الحمام، هذيك الساعة يقول بسم الله توكلت على الله، وإلى اللقاء مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.